حبايبي حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا شوفوا بقى الجمال والجمال والجمال والطعمه دي. ايه رايكم بقى؟ النهارده كده هنعمل مع بعض كنافه بالمانجا الشكل اللي انت شايفاه. انا ما قدرتش اصبر على نفسي صراحه. كنت عايزه اقعدها اكتر من كده بس لا كفايه، مش قادره مش قادره مش قادره. تمام، تعالوا بقى كده نقطع قطعه. بسم الله الرحمن الرحيم. فظيعه يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، تحفة لعشاق المانجا. بقى اعتقد مفيش حد ما بيحبش المانجا. هنطلع بس القطعة دي كده. بصوا بقى الجمال، بصوا بصوا بذمتكم كده، يعني في كلام يتقال بعد الكلام ده؟ انا يا جماعة بعشق الكنافة بالمانجا. مم، روعة روعة بجد. سايبة ازاي بريمة الكنافة المحمرة. لا لا لا، حاجة كده فاخر من الاخر. والتحدي ده كنت عاملاه عشان جوزي بيقول لي ما بتعرفيش تعملي كنافة بالمانجا. اعتقد انا اللي كسبت التحدي. ايه رأيكم بقى؟ تعالوا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. يلا بينا. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جميل سعيد عليكم بجد بجد، وحشتوني. معلش انا مقصره جدا معاكم اليومين دول عشان زي ما قلت لكم الحر، بس صدقوني بقى الجو هيبتدي يتحسن وان شاء الله كده هتلاقوا بقى فيديوهات متنوعه كتيره جدا هتعجبكم. يلا بينا كده نبتدي الفيديو النهارده. نجيب الكسرونه بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين، وانا عايزاكم تخمنوا انا هعمل ايه. هنحط فيها كده ايه، هننزل فيها كيلو سكر. هتعملي ايه يا نهى بكيلو سكر؟ هعمل سيرب او شربات او سيرب في دول اخرى بيسموه كده. هحط عليه بقى الميه بتاعته، هحط عليه الميه بتاعته زي ما انت شايفه كده. انا حطيت كيلو من السكر. يعني بصوا انا ماليش معيار ثابت، بس هو كيلو السكر بغطيه كده بايه، فوقيه بعقلتين كده ميه، يعني تقريبا بحط له حوالي مجين كبار، يعني نص كميه السكر. تمام كده. هحطه على النار وبعد كده اعصر عليه عصره ليمونه وهو 10 دقايق واحط الفانيليا ويبقى كده السيرب بتاعنا خلص. عشان نعمل اجمل حاجه هتاكلوها بمناسبه موسم المانجا. يلا كله يخمن بقى انا هعمل ايه. هجيب بقى المضرب بتاعي، والنهارده هعمل لكم احلى كنافه بالمانجا ممكن تاكليها. بس انا ما حبيتش احط المقادير كلها مره واحده عشان ما تستصعبش عليكم. ده المضرب بتاعي طبعا اساسي عشان الخطوه التانيه بقى عشان ما اطولش عليكم واجيب كل المكونات قدامكم تبقى كتيره كده. ان احنا هنجيب المضرب زي ما انا قلت لك كده بتاعنا الكهربائي، طبعا ده لا غنى عنه في الكريم شانتيه. وهجيب الكريم شانتيه انا جايباه خام من عند العطار. ممكن تجيبي برده الاكياس المعروفه دي بتاعت دريم واللي هي الحاجات المعروفه دي. هنزل بيها هنا كده، يعني ده اقل من يعني حوالي نص الربع كيلو كده او اكتر شويه. تمام، ده خام يا جماعه. هنزل عليه بحوالي نص كوبايه ميه بس متلجه. عايزه تحطي ميه، عايزه تحطي لبن ساقع تمام. اهم حاجه الحاجه اللي هتحطيها السائل سواء ميه او لبن يكون مثلج جامد جدا عشان يدينا نتيجه حلوه. تمام كده. وهحط عليها برده حبه سكر صغيرين لان زي ما قلت لك ده خام، مش عليه سكر اهو، سكر سنترفيش عادي يعني. وهبدا ان انا هضربه بس وارجع لك عشان الصوت. بصي انا بضربه اهو لسه طبعا ما تقلش، بس في نص الضرب كده قبل ما يبتدي يجمد هحط باكو من كريم كراميل. ده بيدي طعم فظيع وبيدي لون حلو جدا. واما ابدا اعمل المانجا معاكي هبدا ان انا احط برده من المانجا اللي انا هعملها عشان تدي لون حلو قوي اهو بالشكل ده كده. بصي عايزه اوريكي القوام، بصي ما شاء الله تقل خالص اهو زي ما انت شايفه، والقوام بقى حلو جدا. هو ده القوام اللي انا عايزاه. بصوا حبايبي بقى جبنا الكنافه زي ما انتم شايفين كده. بعملها معاكم مراحل. عملت الكريمه خلاص، وعملت الشربات اللي هيتحط على حبه منه يعني على الكنافه، حاجه بسيطه كده عشان انا مش بحب الحلويات بتاعتي تكون مسكره جدا عشان يعني تعرفي تاكلي منها ما تجزعكيش. تلبسي بقى الجوانتي بتاعك كده. وهبدا ان انا الكنافه ده نص كيلو انا هكسره كله كده وهحطه في الصاج في الفرن يتحمر. مش عارفه بقى هاخده كله مش هاخده كله على حسب، والباقي طبعا بنحطه في برطمان زي ما انا قلت لكم قبل كده مش هيخسر معايا. تستخدميه في اي وصفه، تحطيه على البديله، تعملي بيه كنافه تانية على حسب. اهو ممكن انت عايزه تضربيها في الكبه تمام، بس انا شايفه الموضوع يعني مش مستاهل. اقرب لك كده شويه اهو.
فهي متجمده. وطبعا احسن حاجه ان انت اما تيجي تعملي الكنافه عشان تطلع نتيجتها كويسه حطيها في الفريزر. حطيها في الفريزر هتطلع بصي اهي، مش محتاجه كبه خالص اهي. هي يعني بتتفرم على طول بالشكل ده كده. في ناس بقى انا بعملها بالطريقه دي، وقبل كده عملتها معاكم بطريقه الديسكات زي ما انت شايفه كده. هقعد اكسرها بايدي اهو. هي بتكون سهله يعني عشان في الفريزر. اهي زي ما انت شايفه كده كلها متفتفته خالص. هدخلها الفرن من غير اي حاجه خالص. وبعد كده برضو هطلعها واقوم مديها فركه تانية، اقوم مدخلاها لغايه ما تتحمص. خليكي معايا هوريها لك. في الاثناء دي بقى، اثناء ما هي بتتحمر بتاخد لون في الفرن اللي هي الكنافه، جبت بقى المانجايتين الحلوين دول كده. دول نعومي كانوا عندي في الفريزر اهو. اي مانجا بقى انت كده عندك، زبديه، نعومي، يعني ايه، تعاملي باللي موجود عندك. هبدا بقى ان انا كده اقطعهم بالشكل اللي انت تحبيه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. يعني بس النعومي من اجمل الانواع اللي ممكن تعمليها في الكنافه بالمانجا اهي. جايباها بقى طازه، محوشاها في الفريزر، ايا كان انت هتعمليها ايه اهي بالشكل ده كده. بصي هبدا ان انا انزلها قطع. يعني دي اسهل طريقه يا جماعه لايه، لتقشير المانجا، وخاصه اما تبقى في الفريزر. لو هي بقى جامده شويه بره ممكن نعملها بالمقشره اهو. هنعملها كلها كده بالشكل ده تمام. هاجي برضو النص التاني هعملها وارجع لك عشان ما اطولش عليك. بصوا حبايبي الكنافه اهي انا قلبتها، قعدت افرك فيها كده، حبه احمر وحبه لسه، بس انا قمت قلبها كده عشان ما تتحرقش. هحط عليها بقى شويه سمنه صغيرين، حاجه مش كتير يعني، معلقتين 3 كده. دي سمنه على زبده انا مسيحاها. هبدا كده ان انا اقلبها وادخلها الفرن تاني عشان تبتدي تتحمر كلها، ونبدا بقى نطبق في البايركس بتاعنا او القالب بتاعنا الكنافه بالمانجا. هدخلها الفرن تاني دلوقتي. بينا بقى يا جماعه، وجاءت اللحظه الحاسمه ان احنا هنطبق اللي عملناه ده كله. بصوا بقى الجمال، بصوا احمرت ازاي. دي بقى بالطريقه اللي هي مش الديسك ده اللي احنا بنعمل ايه، بنعمل طبقتين كده بنفردهم في الصينيه تكون مدوره، تطلع الطبقه كامله ما نفرفتهاش ولا حاجه، والطبقه التانيه ونحشي ما بينهم زي التورتايه كده. لكن انا بحب صراحه الطريقه دي بتبقى ايه، بتبقى احلى كده زي ما انت شايفه كده. ثانيه واحده نحط عليهم بس حبه عسل صغيرين خالص، لان زي ما قلت لك انا مش بحب الحاجه تكون مسكره قوي. يعني بصي ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. بس يعني بصي ده فنجان خدنا ايه اقل من نصه تمام. نقلب بقى كده عشان بس يبقى فيها برضو طعم، ما تبقاش كنافه بس كده اهو. ايه الجمال ده. اصل انا يا جماعه عامله النهارده الكنافه دي عشان تبقوا عارفين تحدي. ليه بقى؟ جوزي بيقول لي انت ما بتعرفيش تعملي كنافه بالمانجا حلوه قوي. طب اما نشوف والفانز بتاعي يحكموا ونشوف شكلها، ولو اقدر اوصل لكم طعمها. بس عامه العين بتاكل قبل البق، فانتوا اكيد هتشهدوا لي يعني، بس مش عايزاكم تجاملوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بقى نصها كده تحت زي ما انتوا شايفين كده، ونفرد اول طبقه اهو. نفردها كده. انا مش بحبها تكون الكاميرا جايبه، انا مش بحبها تكون يعني عاليه قوي، فهتعمل طبقه كده ايه بسيطه، لان طبعا هي كتر الطبقات فيها والكريم شانتيه والكلام من ده بيخليها ايه تعلى، فما نكترش الكنافه قوي. وانا هستخدمها كلها لان طبعا لما اتحمصت كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يعني زي كشت كده اهو. دي اول طبقه تمام. نجيب بقى كده ايه نركنها على جنب، ونجيب الكريمه بتاعتنا. ثانيه واحده. بصوا جبت بقى الكريمه اهي. بصوا الكريمه جامده ازاي اهو، بقلبها ما بتتقلبش تمام. هعمل ايه، كان عندي هنا، ثانيه واحده بس اجيب اسباتيولا تانية.
كان عندي هنا كريمه باقيه في الفريزر برضو هحطها عليها. تمام اهو الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. عايزه تحطيها بقى كده تمام، عايزه تحطي معاها حبه مانجا تمام، يعني زي ما انت عايزه. دي بقى كلها حاجات اختياريه وحاجات جماليه وحاجات عشان اللون يعني ايه، لكن انا قلت لك الايه الاصل. اهو هحط كده معاها شويه مانجا، حاجه بسيطه تديها بس لون، وهخلي الباقي للتزيين. تمام. هبدا بقى اخلطها كده مع بعض اهو. بصي بقى اللون الجميل ده، اللون بقى ما تعرفيش ايه اللون الكهرماني الرائع ده. عايزه تحطيها من غير كيس حلواني تمام، بس انا هدخلها في، ما عنديش حتى كيس حلواني ما لقيتش، هدخلها في اللي هي الاكياس السندوتشات العاديه عشان بس اعرف اتحكم فيها كده اهو، عشان لو عملتها من غير حاجه اجي بقى افردها هتلاقي نفسك ان هي بتقوم جرة الكنافه معاها، فهتزهقني على ايه. الجو حر يا جماعه، مش ناقصين زهق. اهو على قد ما تقدري كده. عبيناها اهو في كيس من اكياس السندوتشات اهو بالمانجا اهي باللون الجميل ده. هنجيب بقى كده الكنافه اللي احنا عملناها وهنفتح الكيس ده كده. ثواني اعمل مقص، وهبدا ان انا اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اعمل، احطها كده واعمل حساب ان هي كمان هتبقى على الوش. قطعه مانجا بس لزقت اهو اهو بس كده. اجيب بقى باقي المانجا، نحاول بس كده ايه نوزعها. لو عرفنا، ما عرفناش ولقينا انها بقى هتقوم جرة الكنافه معاها اهي، لا بسم الله الرحمن الرحيم، نسيبها يعني اللي ايه. حاولي تتعاملي بقدر الامكان كده اهو اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده. هحط بقى باقي الكنافه عليها اهو. انا عايزه اثبت ان انا بعرف اعمل كنافه بالمانجا يا جماعه، ما ينفعش يقول لي كده خالص. انا يتقال لي كده واسفاه. حطينا اهو باقي الكنافه، نفردها بقى كده طبعا ايه فرده بسيطه عشان الكريمه اللي احنا حاطينها تحت ما تقومش طالعه فوق اهو. دي تاني مرة اعملها في القناة، بس المرة اللي فاتت عملتها طريقة الديسكات اللي بقولك عليها، اللي هي ديسكين كده ونحشي اللي في النص يعني اكنها تورتة. تمام. برضو يا جماعة جربت يعني بس ما صورتهاش، هبقى اعملها لكم مرة تانية. بصي اهو، بصي الطبقة من تحت. جربت اللي هي الكيك بالمانجا، عايزة اقولك وهم خرافة بجد، حلوة جدا اهو. نحط بقى باقي الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم اهو. شفتي بقى الكيس بيسهل علينا ان احنا بقى نقعد نفرد وكلام من ده. هنفردها بقى بالاسباتيولا كده زي ما انت شايفه اهو بالشكل ده كده، نديها كده ايه شكل جمالي ونقوم حاطين المانجا بس، وخلصت الكنافه بالمانجا باسهل طريقه. هي يعني حركاتها كتير بس صدقيني في الاخر سهله وجميله. تقريبا جوزي بيناديلي بيقول انت برضو مش هتعرفي تعمليها. هنجيب بقى المانجا اهي بالشكل ده كده، هبدا ان انا افردها واوزعها كده يعني. طبعا لو هي كانت بقى جامده كنا عملنا قطع كده وشكل ورده، بس هي حقيقه انا مطلعها من الفريزر زي ما قلت لك، فما اتاحتليش الفرصه ان انا اعملها شكل ورده. نفردها بقى بالراحه عشان برضو الكريمه اهي كده بالشكل ده كده بالراحه على مهلك اهو.
والله يا جماعه شكلها تحفه وريحتها تحفه. وبصي هدخلها بقى في الفريزر شويه كده، لا مش الفريزر يا ربي سوري، في التلاجة، وهاجي بقى اقطعها وادوقها معاكم. تمام، بس يا رب اصبر على نفسي بس، وعشان تقولوا رايكم. بجد بجد فظيعه. بصي بقى الحبه القطع دول نحطهم كده في النص. تمام اهو. ايه رايك بقى في الجمال؟ والله العظيم رائعه رائعه رائعه، والكريمه طعمها روعه، والمانجا والحركات. وبصي بصي من تحت الطبقات فظيعه. اسمعوش كلام جوزي يا جماعه. فظيعه فظيعه. ادخلها بقى اما اجي اقطعها. هحاول كده اصورها معاكم تاني لو قدرت. تمام. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى تحطي اللايك والشير والكومنتس والحاجات الجميله التشجيعيه دي. واللي لسه ما شافش قناتي احب اعرفه قناتي، انا نهى من قناه من ايد نهى. قناه متنوعه دايما فيها كل جديد. معلش يا جماعه في الصيف انا بكسل بس شويه، لان انا كائن شتوي ما بحبش الصيف خالص. لكن انتظروا كل جديد معايا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.